السلام عليكم. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم وصفة تاع لابيري على طريقتي. عندنا كمية من البطاطا، وعندنا كمية من الكبدة، وعندنا فصوص ثوم، وعندنا مغرف كبيرة ماشي معمرة تاع طوماطيس مصبرة، وعندنا 2 حبات طماطم كبار مسكرفجين. نروحو نحضروها مع بعض. كما راكم تشوفوا دروك درناها طفور ونغطوها ونخلوها حتى طيب، من بعد نتلاقاو. درنا الزيت يحمى، بعد ما حمى دروك نحطو الكبده تاعنا نخلوها تتقلى، نديرو شويه ملح، ندير رشه حرور ماشي بزاف، نخلطوها ونخلوها تتقلى. هيا لا دروك الكبده تاعنا راهي طابت، نقلعوها ونديرو دروك نطيبو فيه هذا الزيت، نطيبو لاصوص باش تجيكم بنينه الزيت تاع الكبده. دروك نديرو الثوم يتقلى، نقعدو نقليو فيه كيما هكا. بعد ما تقلى الثوم نزيدو طماطم كل واحد كيفاش يقول، المهم هي كاع في النهايه طماطيس. نديرو رشه ملح، ندير فيها شويه ملح ورشه حرور، خلطو. هيا دوك نبلعوها ونخلوها طيب. دروك نزيدو طماطم مصبره مغرف اللي قلنا عليها، نزيدوها فيها. دروك نغطو عليها ونخلوها طيب. دوك بعد ما طابت نديرو غرف سكر باش نقطعو ديك الحموضه، باش ما تحسيش بها من تاكلها، تحسيش بها حامضه. هي طبخه ولا زوج ونطفو. دروك نشوفوها لا طابت، هاي طايبه غايه. هيا دروك نحطوها ونقعدو نرمسو فيها. دروك نبداو نرمسو فيها مادامها حاميه، رمسيها حاميه باش تترمس لك. وكاين اللي يدير بالباتير، وكل واحد فاش باش يخلطها ولا يرمسها. انا ندير هكا باليد باش تساعد المبتدئات. قلنا الدهان والملح ونقعدو دروك نرمسو فيها، ندخلو الدهان فيها. دروك نفرغو الحليب يكون دافي. راني درت فيها الحليب وخلطها. قعدي ديري الحليب بشويه وشوفي القوام اللي تحصلي عليه، هذا هو القوام اللي تحصلي عليه، ماشي جاريه بزاف وماشي ناشفه بزاف. كما راكم تشوفوا كل حاجه قليناها وحدها. دروك نخلطو الكبده مع لاصوص كما هكا، ونتلاقاو في صحن التقديم. كما راكم تشوفوا الطبق تاع لابيري راه وجد. اعطونا رايكم في التعليقات. الى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.